أهلا بكم متابعي قناة كل عجيب وغريب في لقاء جديد. أهلا بحضراتكم. قبل ما نبدأ لقاء النهاردة يا ريت شير ولايك للفيديو والإعجاب بالقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. النهاردة مع قصة حقيقية، قصة رعب، قصة حدثت بالفعل في سوريا وبالتحديد في دمشق. هنتكلم النهاردة عن منزل الموت والدماء، منزل عائلة الأبرش. نبدأ القصة علشان ما نطولش على حضراتكم. هذا المنزل يقع في شارع ابن المقدم في منطقة الجسر الأبيض في دمشق. المنزل ده بيتكون من دورين وهو يشبه فيلا قديمة، واللي بيبص للمكان ده أو المنزل ده يشعر بالفزع والخوف والرعب، لأنه المنزل ده حدثت فيه أحداث لا حصر لها. قصة هذا المنزل بدأت بالتحديد سنة 1945 لما عائلة الأبرش أخذت قطعة أرض وقامت بشرائها، وأقنعهم أصحاب قطعة الأرض أن هذا المكان بعيد عن المقابر وليس له علاقة بالمقابر. وفي النهاية اشترت العائلة قطعة الأرض هذه وقررت بناء منزل لها عليها. ما حدث كان غريب وعجيب. أثناء البناء مات 13 عامل من العمال اللي كانوا بيبنوا ويشيدوا في هذا المنزل. ماتوا لأسباب مختلفة، ما بين ان هم بيقعوا من على السلالم، او بيقعوا من على السقالات، او بيقعوا من على الحوائط وهم بيقوموا في البناء. والعجيب انهم كانوا يشعرون ان هناك اشخاص معهم في المنزل، وهم الذين يقومون يعني زي ما يقولوا كده بيزقوهم من على الحيطة أو من على السقالات الخشبية اللي كانوا واقفين عليها. يعني كانوا شعرين إنه في ناس بتتحرك معاهم أثناء البناء. وبالرغم من إنه العمال اشتكوا، إلا إن العائلة التي تبني هذا المنزل لم تهتم بهذا الأمر، ورغم الكثير من التحديات والصعوبات إلا أنها أصرت على بناء هذا المنزل، وبالفعل تم البناء. أول ليلة قضتها عائلة الأبرش في هذا المنزل كانت مأساوية بجد. كل السكان اللي كان عددهم 6 أشخاص شافوا أحلام وكوابيس مزعجة ولا حصر لها. 2 كانوا بيسمعوا أصوات غريبة ومخيفة ومرعبة ومفزعة في الليلة الأولى من الإقامة. وبكده عدى أول يوم، وفي اليوم التالي أو الثاني المية انقطعت عن البيت بالكامل. وطلع بعض من عائلة الأبرش يسألوا الجيران: هو في مية عندكم؟ المية عندنا مش موجودة. وبعد كده محدش من الجيران سمع عن عائلة الأبرش أي شيء ولا أي حاجة تماما، ومش سامعين لهم أي صوت ولا شايفين أي حد بيطلع ولا بيدخل من البيت. فالجيران قرروا يروحوا هذا المكان المنزل ويشوفوا ايه المشكلة، فين الناس دي، فين اهل البيت. فلما راحوا عند المنزل وجدوا انه الباب الرئيسي للمنزل مفتوح. دخلوا المنزل وجدوا ان كل الشبابيك مفتوحة، والعجيب والغريب كمان انهم وجدوا جميع المتعلقات الخاصة بعائلة الأبرش موجودة، كأنه الناس دي كانت ولسه ماشية من شوية قليلة. طيب الناس دي راحت فين؟ الناس دي ايه اللي حصل لها؟ مش سامعين لهم صوت، مش شايفين اي حد منهم. فقرر الجيران المحيطين بالمنزل ابلاغ الشرطة علشان تتصرف وتشوف ايه الحل لهذه المشكلة. طبعا جاءت الشرطة وحققت في الموضوع. الشرطة والجيران استغربوا، لأن الشرطة بعد ما حققت
لقيت انه الذهب والمجوهرات بتاع هذه العائلة موجود كله كامل في مكانه. لقيت كمان انه الملابس بتاعت هذه العائلة موجودة وفي اماكنها، كل المتعلقات موجودة. طيب الناس راحت فين؟ ويعدي يوم ورا يوم ورا اسبوع ورا شهر ولا سنة، ومفيش حد من العيلة دي ظهر نهائي، ومفيش اي فرد بان له اي اثر تماما. العيلة دي اختفت، جميع افرادها اختفوا. طب راحوا فين؟ ومن الاشياء اللي لقيتها الشرطة لما كانت بتفتش في البيت، لقيت مذكرة لطفل من اطفال العيلة دي كان كاتب فيها كل حاجة بتحصل معاهم بالتفصيل. واخر ورقة في اوراق المذكرة دي كان اللي مكتوب عليها حاجة غريبة جدا. كان مكتوب على الورقة دي: الليلة الأولى كانت ليلة مزعجة جدا ومخيفة ومفزعة ومرعبة. الليلة التانية كانت ليلة مضحكة. أما الليلة التالتة ماما ما بتتكلمش ولا ردت عليا اليوم كله كل ما بكلمها. حتى بابا كل ما بروح أتكلم معاه لا هو سامعني ولا شايفني ولا سامع أي حاجة ولا شايف أي حد طول اليوم ده. كل اللي كان بيعمله بابا إنه كان بياكل وبس. وبعد نشر المذكرات دي ومعرفتها، البيت اتقفل تماما وفضل 20 سنة مهجور ومفيش حد سكنه تماما، بالرغم من موقعه المتميز في قلب العاصمة السورية دمشق. وبعد 20 سنة بدأ يظهر ورثة لهذا البيت، أي أشخاص ينتموا إلى عائلة الأبرش، وبدأ هؤلاء الورثة يؤجروا هذا البيت. في سنة 1992 فريق بحث روسي طلب من السفارة الروسية إن هو يستأجر هذا المنزل علشان يبحث الأمور المتعلقة به، علشان يعرف ايه اللي حصل للعائلة اللي كانت موجودة في هذا المنزل، علشان يعرف هم اختفوا ازاي، راحوا فين، او ايه الاحداث الغريبة اللي بتحصل في المنزل ده. والاتنين دول كانوا من الخبراء الروس اللي كانوا بيدرسوا امور ما وراء الطبيعة والحاجات اللي زي كده. وبالفعل استأجروا هذا المنزل، ولكن بعد يومين من استئجارهم للمنزل اللي حصل كان غريب وعجيب. الأول انتحر، الثاني جات له حالة صرع وكأنه لا يوجد على هذه الدنيا، وكأنه لا يعرف شيء عن الدنيا، وكأنه لا يسمع شيء عن الدنيا، وذهب في عالم آخر تماما بعيدا عن عالمنا. وتعدي السنوات وتمر لغاية لما تيجي سنة 2003، حيث جاءت عائلة عراقية استأجرت هذا المنزل. واللي حصل في أول ليلة كان مفزع مخيف. ابنهم حسب كلام الجيران إنه ابنهم الوحيد والكبير توفى بدون أي سبب، بدون أي مناسبة. والحادثة دي أو وفاة ابنهم خلت العيلة تتشائم تماما من البيت، وبسرعة خرجوا من هذا المنزل ولم يأتوا إليه مرة أخرى. وفي أواخر سنة 2003 3 مدرسات استأجروا هذا المنزل أيضا وسكنوا فيه، ولكن بعد 3 أيام بالضبط قرروا أنهم يسيبوا هذا المكان فورا وبدون أي تردد. ليه؟ لأنه ال3 مدرسات أسنانهم كانت بتقع بدون أي سبب، بالإضافة إلى كوابيس وأحلام مزعجة طوال ال3 أيام، وبالإضافة أيضا إلى النزيف. وكمان أكبر سبب خلى المدرسات يتركوا هذا البيت فورا إن واحدة منهم جات لها حالة صرع. وبعد العديد والكثير من الأحداث والحوادث اللي حصلت في هذا البيت، فإنه الأشخاص المحيطين بالبيت قرروا إنهم يحاولوا يحلوا مشكلة هذا البيت، فجابوا شيخ علشان يعرف يحل المشكلة الموجودة في هذا البيت. وأول ما دخل الشيخ المنزل خرج بسرعة، وكان
يعني على وشه علامات الرعب والفزع، وقال لكل المحيطين بيه والجيران: محدش يسكن في البيت ده تاني، أرجوكم محدش يسكن في البيت ده تاني، اللي جوه مش هيسيبوكم تسكنوا في البيت. وتكرر الموقف ده أكتر من مرة، وجابوا أكتر من شيخ، وكان بيطلع يعني مصدوم وبيقول نفس الكلام اللي اتقال قبل كده، انه محدش يسكن في هذا البيت. ومن اكثر القصص اللي بتروى عن هذا المنزل ان في دكتور ومراته واولاده استأجروا هذا البيت، وكان استئجارهم للبيت لمدة شهر، يعني دول اكتر ناس قعدوا في البيت. وفعلا قعدوا أسبوع واثنين وثلاثة، وفي الأسبوع الرابع في اليوم 30 من هذا الشهر حدث ما لم يتوقعه أحد. إيه اللي حصل في اليوم 30؟ في اليوم 30 الدكتور كان بيسمع أصوات الأشياء في المنزل عالية جدا ومرتفعة، الهواء صوته عالي جدا، الأبواب والشبابيك صوتها عالي جدا، أي جهاز في البيت كانوا يقوموا بتشغيله كان صوته عالي ومرتفع. والحادثة الأغرب اللي حصلت أيضا في نفس اليوم إن الدكتور كان موجود بمكتبه في البيت، وكان بيمارس شغله عادي بطريقة عادية، وكان قاعد لوحده في المكتب، وفجأة لقي النور انطفى عليه، فقام الدكتور من مكانه علشان يشوف الكهرباء قطعت ولا ايه، فلقي إنه زرار النور مطفي رغم إنه هو كان مولعه. فلما ولع زرار النور مرة تانية وراح يقعد على الكرسي، ما لقاش الكرسي اللي كان قاعد عليه. طلع جري من المكتب وقال لمراته على اللي حصل، قالت له انك انت من الممكن انك تكون مرهق او تعبان، تعالى استريح والصبح نشوف حل للمنزل ده. قال لها لا، احنا لازم نسيب المنزل ده فورا. المهم مراته قعدت تتكلم معاه واقنعته انه هو ينتظر الى الصبح علشان يشوفوا حل للمنزل ده. نامت مراته، والدكتور حب يطمن على أولاده اللي كانوا موجودين في الغرفة المجاورة ليهم. وبالفعل راح الدكتور وفتح باب الغرفة، فما لقاش غير ولد واحد من ولاده الاتنين. استغرب جدا، ولما قفل باب الغرفة سمع صوت ابنه التاني بيعيط عياط شديد وبيصرخ في الدور التاني، رغم انه الدور ده كان دور مقفول ومحدش بيدخله. طلع جري الدكتور على السلالم ولقي باب الدور فعلا مقفول، وكان سامع صوت ابنه بيصرخ وبيصرخ. وحاول الدكتور انه يفتح الباب، لكن كان في الناحية المواجهة للباب، يعني ناحية الباب، ولكن هو كان بيزق من ناحية، وكان حاسس انه في ناس تانية بتزق الباب ناحيته. فبيقول الدكتور ان هو كان حس انه في 3 أو 4 رجال بيزقوا الباب عليه. واخيرا وبعد تعب شديد جدا استطاع الدكتور انه يفتح الباب، وانه هو يتوجه الى الاوضة اللي سامع فيها صوت ابنه بيصرخ. وبعد ما فتح باب الاوضة ملقاش ابنه اختفى تماما. والعجيب والغريب انه لقي ورقة صغيرة ملزوقة على الحيطة كان مكتوب فيها الرحيل او الموت. نزل الدكتور جري من الدور التاني على الدور الأول، ولما دخل الأوضة اللي كان نايم فيها الولدين بالفعل لقى الولدين نايمين وكأنه مفيش حاجة حصلت تماما. فقال بينه وبين نفسه إن هو ممكن يكون مرهق وتعبان، وإن دي كوابيس، أو إن هو بيحلم، أو إنها تهيؤات. فراح نام الليلة دي عادي جدا. بس تاني يوم لقي على ايدين ورجلين ابنه كدمات وخرابيش. فسأل ابنه الكدمات دي عندك من امتى؟ فقال له انا امبارح قبل ما انام ما كانتش موجودة. فترددت في ذاكرة الدكتور العبارة اللي كانت موجودة على الورقة اللي قراها على الحيط امبارح لما دخل الدور التاني، لما دخل غرفة من غرف الدور التاني وكان بيدور على ابنه. كان مكتوب على الورقة الصغيرة الرحيل او الموت. وهنا الدكتور قرر انه يسيب المنزل فورا ويرحل عنه ويشوف اي مكان تاني للسكن.
والغريب كمان ان مش سكان البيت لوحدهم هم اللي بيشوفوا الحاجات الغريبة دي، لكن الجيران المحيطين بالبيت هم كمان كانوا بيشوفوا حاجات غريبة. كانوا بيشوفوا احيانا نور البيت كله بيولع ويطفي بيولع ويطفي رغم انه مفيش حد في البيت، وكانوا احيانا بيشوفوا حد واقف في البلكونة بتاعت البيت وبيضحك، وكانوا احيانا بيسمعوا اصوات غريبة ومرعبة ومفزعة وصوت صراخ طالع من البيت. دي أهم المواقف اللي بتتحدث عن منزل عائلة الأبرش المرعب والمخيف، منزل الموت في منطقة الجسر الأبيض في دمشق. واتعمل عن هذا المنزل فيلم. قصته انه 4 شباب سكنوا البيت ده وكانوا في الكلية، وكانوا لما بيرجعوا بيلاقوا انه كل متعلقاتهم مبعثرة في اماكن مختلفة من البيت، وكانوا بيسمعوا اصوات وكانت بتحصل معهم كوابيس ونفس الاحداث اللي قلنا لحضراتكم عليها. لكن كل ما كانوا عايزين يمشوا من البيت فيهم شخص غريب كان يقول لهم لا احنا هنقعد، احنا هنستمر، مفيش اي حاجة. ولكن ال3 كانوا بيشوفوا الشخص الغريب حسب الفيلم بيعمل تصرفات غريبة. كانوا كل يوم بيشوفوه واقف لهم جنب السرير وبيبص لهم نظرات غريبة وعجيبة. ونهاية الفيلم انه محدش طلع من البيت ده غير شخص واحد، وال3 اشخاص انتحروا وماتوا بطرق مختلفة. القصة الأخيرة دي أو ده فيلم اتعمل عن المنزل. محدش يعرف إذا كانت هذه المواقف اللي قلناها في الأول حقيقية أم فيها حقيقي وفيها مش حقيقي، ولكن هذا ما يقال عن هذا المنزل بغض النظر عن ما إذا كان هذا حقيقي أو غير حقيقي. وطبعا يقال إن هذا المنزل مسكون، أو يقال إن ما يحدث في هذا المنزل. طب السؤال هنا، اشمعنى المنزل ده هو اللي بيحصل فيه كده، واشمعنى باقي المنازل المحيطة فيه ما بيحصلش فيها اي حاجة؟ يقال ان هذا المنزل مبني على تراب، كانت تحت تراب، وكانت عائلة الأبرش اشترت الارض وما كانتش تعرف انه مكانها تراب، ولهذا يحدث هذا الامر. وفي بعض الجيران والمكاتب اللي بتأجر المنازل بتقول انه المنزل ده ما فيهوش اي حاجة، وانه كل اللي بيتقال على المنزل ده مجرد اشاعات. هذه الاشاعات كان مصدرها احد السماسرة اللي كان عايز يشتري هذا المنزل، ولكن لما رفضت العائلة او رفضوا انه يبيعوا له هذا المنزل بثمن رخيص جدا هو كان عايز يشتريه بيه، طلع هذا السمسار هذه الاشاعات على هذا المنزل. وهناك أقوال كثيرة ومتعددة عن هذا المنزل. محدش يعرف إيه الصح وإيه اللي مش صح، وهل هذا حقيقي أم غير حقيقي، ولكن هذا ما يقال وهذا ما قمنا بنقله لحضراتكم عبر قناة عجيب وغريب. شكرا لحضراتكم. إن أعجبكم هذا الفيديو ريت شير ولايك للفيديو والإعجاب بالقناة. نشكر حضراتكم وإلى لقاء قريب في فيديوهات أخرى إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.